اهلا جميعا في الفيديو جديد. الفيديو ده هنعمل مع بعض جولة في المرسم. كنت عاملة عملنا مع بعض فيديو في المرسم من الفيديو اللي قبل الاخير كده، وكنت بس كنا لسه عاملين الجولة على الفيديو. كان المرسم لسه كان لسه جديد، ما كانش فيه فكرة وما كانش فيه ديكور. فالفكرة في ان الجولة بتاعت النهاردة هو ان انا عملت شوية تغيرات بسيطة حبيت اشارككم فيها، وحبيت اني نتشارك الفكرة. وانا بس خلاص، والله خلاص. ف مش عايزة اطول اكتر من كده. يلا نبدأ. واحنا داخلين هنلاقي هنا قدامنا المكتب ده محطوط فيه تحت الالوان ديت، الباستل والخشب والجواش. هنا ده المكتب محطوط القهوة والخشب والاقلام، التسريح والرصاص. في الاول هنا الشجرة زي ما هي اللي انا وريتها لكم المرة اللي فاتت. هنا حطيت هنا الرسمة ديت برستها، وهنا الدفاتر. هنا زي اللوحة ديت، اللوحات. هنا حطيت اللوحة ديت. هنا زي ما هو الحامل اللوحة ديت. نقلت هنا المكتب ده حطيته زي ما هو محطوط عليه الحامل دوت او الستاند ده. حطيت جنبه الزرعة ديت، وحاطة هنا الالوان الزيتية، فاتحة الشباك. هنا في البوكس ده حاطة الفرش والسكاكين، الباليتات، اللون زيتي احمر، الوان خشب محطوطة. حاطة اللوحة ديت، اللوحة الكبيرة علقتها هنا بس كده. هنا ديت رسومات صغيرة، المفروض عايزة اعلقها هنا، بس لسه معلقتهاش. خلينا اعلقها واوريها لكم. علقتهم دولت، وعلى فكرة في رسومات تانية كتير محتاجين يتعلقوا. بفكر اعلقهم، حابة جدا فكرة ان انا اعلقهم، فمش عارفة، بكسل. وبعدين محتاجة دبابيس عشان اعلقهم. اوكي، سعيدة ان انا علقتهم معاكم جدا. بس في اللوحة ديت حباها جنب الزرعة، بس مفيش حاجة تاني. ادي شكل المرسم كله. اكتبولي رأيكم تحت، نفسكم اتفتحت ولا لا. بس كده خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم وانكم تكونوا كمان استمتعتوا بيه. وياريت لو تشيروا الفيديو لكل اللي بيحب الرسم، ولكل اصدقائكم اللي بيحب الرسم، يتمنى انه يحصل على فيديو جولة في المرسم، او محتار يعمل ايه في المرسم عنده عشان ياخد فكرة. فانا اتمنى اكون بساعدكم في ده، وانكم تكونوا بتستمتعوا بيه. فأتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، ومع السلامة.